واحد بعت لي بيقول لي انت عمال تقول على كل حاجه الناس بتسالك عليها ما تشتريش دلوقتي ما تشتريش دلوقتي، امال اشتري ايه؟ بص يا استاذي، انا بتكلم من وجهة نظري، عايز تسمع كلامي اسمع، مش عايز انت حر. ولكن اللي ما بيني وما بينك الاسعار والشرط والبيانات. تعال نشوف الاسبوعين اللي فاتوا اللي انا اتكلمت فيهم وقلت ده لا وده لا، او الاسبوع اللي فات ده، تعال نشوف الوضع ايه. والفيديوهات عند الناس كلها، تقدر تراجع الفيديوهات وتعالى نتفرج، عشان لما نقول محدش يشتري حاجة طايرة لفوق يبقى يتسمع الكلام. ادي اول حاجة اسك اهو، نفتحه مع بعض، ده منظر اسك. وده نفس التحليل اللي احنا كنا محللينه على فكرة، لما قلنا هو ممكن يصعد وممكن يوصل المنطقة دي، ولكن هيهبط عليك فجأة. ادي بداية الهبوط اهو. وبرضو انا عندي كلامي في كل حاجة انا قلتها، الفيديوهات موجودة تقدر تشوف انا قلت ايه. قلت احتمال انه يصعد والاتجاه مستمر الى ان يثبت العكس وكل الكلام ده، لكن هتلاقي نفسك عمال تلبس بقى في نزول بالمناظر اللي انت شايفها قدامك دي. تعال نفتح بس الفريم الاصغر شوية كده عشان نتفرج مع بعض. ادي الهبوط اللي عمال يحصل عليك اهو. فاي حد اشترى من هنا هبوط عليه، من هنا هبوط عليه. طب اللي اشترى من هنا، شايف الصعود ده كله؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، شراك ما يبقاش من عالي. طيب تعال نشوف هليوبلس، عشان بس الناس اللي عماله تتكلم بس وخلاص وبتاع. ادي هليوبلس، ده التحليل بتاعنا اهو. لحد دلوقتي واقف لك في المنطقه دي، لان دي زي ما قلنا منطقه دعم اهي. هو يقعد السعر يطلع ويتنطط، لو اخترق هينزل لحد هنا وبعد كده يكمل صعود. معنى كده ان الاتجاه الافضل عندنا او المرجح عندنا للصعود. لكن لو اخترق المنطقه دي، انت هينزل عندك شويه في شويه تصحيح. كون السعر ما كسرش المنطقه دي من ساعه ما احنا حللنا، وكون السعر واقف في الحته دي، يبقى عندنا الترجيح الاعلى للهبوط الفتره الجايه. وبرده ارجع واقول احنا بنقول افتراضات، قد اخطئ وقد اصيب. طيب نشوف حاجه كمان. انا بس بجيب بشكل عشوائي كده عشان ما حدش يقول لك انت منقي اللي انت قلت عليه مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. تعال نشوف اوراسكوم. تعال نشوف اوراسكوم. ادي يا سيدي الفاضل المنظر. انا عايز اقول لك الشرط تقريبا ماشي على التحليل اللي انا عملته اهو. يعني ده نفس التحليل. هتلاقوا الفيديوهات يا جماعه موجوده وهتبان لكم وهتظهر لكم فوق هنا، اللي عايز يرجع يبص على الفيديوهات موجوده على القناه. انا مش جايب حاجه جديده مثلا، وموجود كل حاجه بتواريخها وكل حاجه. ادي المنظر. ليه؟ البي اللي عايز يشتري هنا شاري من فوق، بالتالي هيفضل ينزل عليك لحد ما يصحح. ايه النظريه دي؟ قلناها قبل كده، قلنا ان اللي اشترى من تحت من هنا مش هيقعد يستنى العمر كله. اللي بيشتري من هنا ده واحد فاهم، واحد مستثمر فاهم هو بيعمل ايه. واللي فاهم هو بيعمل ايه مش هيستنى مع السهم العمر كله. على الاقل هيبيع نص الكميه هنا، هيبيع ربع الكميه هنا، هيبيع جزء من فلوسه هنا، هيبيع كل فلوسه هنا او كل اسهمه هيبيعها هنا. فبالتالي كل اللي اشترى من هنا اللي جمع ده عمال ينزل عليك، وانت يا عيني عمال تشتري، بيبيع عليك بيبيع عليك لحد ما انت تزهق وتقوم بايع هنا بسعر قليل. يوم هو نفس الشخص ده او نفس الفرد ده او نفس المؤسسه دي يخش يشتري عليك من هنا، من المنطقه دي، من المنطقه دي. ما حدش يشتري حاجه من فوق يا جماعه طايره كده. اعتبر نفسك بتشتري بضاعه. هنقول 100 مره القصه دي عشان ما نقول الناس بتخسر. بطلوا الموضوع ده، ما بيتسمعش الكلام. انت بتشتري بضاعه، ليه تشتريها بسعر غالي؟ تشتريها بسعر رخيص يا بيه. طيب نخش في اللي بعده. تعال نشوف كيما. تعال نشوف كيما، عشان في ناس قالت لك لا كيما ده ما حدش يجي جنبه. تعال نشوف كل الاسهم هبطه. طبعا انا عارف الجماعه بتوع التحليل المالي والاقتصادي والبتاع، اللي يجي يقول لك لا ده حصل كده عشان ظروف مش عارف ايه في البلد بتاع. حبيبي دي اسهم وبيحصل كده كل يوم. ده اللي بيحصل كل يوم. ادي منطقه المقاومه اللي احنا كنا حاطينها فوق، قلنا السعر هيبقى صعب ان هو يوصل لها، بس لو كسرها هينطلق طبيعي يحصل تصحيح. ده طبيعه السوق يا جماعه. ده طبيعه السوق، طالع نازل طالع نازل طالع، يروح فين تاني؟ هينزل. يعني هو شارح نفسه، هو شارح نفسه. تعال نفتح فريم كبير شويه عشان نشوف. اهو اهو هو شارح نفسه. طبيعي في ناس اشترت من هنا مش هتفضل مستنيه العمر كله وتخاطر بفلوس، يقول لك اخد مكسبي هنا يا بيه. هو شاري بسعر 8، وصل له السعر لحد 15، يعني تقريبا الضعف تقريبا.
يستنى ايه تاني على فلوسه؟ فلوسه اتضربت في 2 في كام يوم؟ في اسبوع ولا اسبوعين؟ الحبه دول اسبوع ولا اسبوعين؟ كل شمعه من دول بيوم. تعال نعد بالتقريب. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يا سيدي في شهر. في شهر انهي بضاعه دي اللي هتحط فيها فلوسك تضربها لك في 2 في شهر؟ بس الفكره انك انت فاهم انت بتعمل ايه. ادي المنظر. طب تعال نشوف الكويتيه. ها ايه الاخبار؟ تعال نفتح الساعه بس عشان الدنيا تبان، بس عشان تشوف كده الهبوطات والحاجات الحلوه. ايه الاخبار في الكويتيه؟ ايه الاخبار في المنظر؟ ايه الاخبار؟ هيقول لك ما هو ده كان هابط المفروض تشتري صاعد. اتكلمت على الموضوع ده وانا بحلل السهم. انا ما قلتلكش انك تشتري حاجه هابطه، او قلت لك تشتري حاجه كانت صاعده ونزلت صححت زي المنظر ده كده، وبعد كده صعدت تاني، صاعد في هابط في صاعد في هابط في صاعد. انا قلت لك كده، ده اللي انا قلته. مش ما قلتلكش اشتري في حاجه هابطه اصلا بالقوه دي. ادي نقطه. طيب اللي هيشتري في حاجه زي كده هيشتري امتى؟ شايف المنطقه دي؟ عشان بس نبقى وضحنا برضه للناس. هحاول الفتره الجايه لو لقيت بس الناس متابعه صح وفي في تفاعل على القناه وبتاع، هحاول بقى ان احنا نحكي المواضيع دي من البدايه خالص، بس نلاقي تفاعل ونلاقي عدد بيشوف اللي احنا بننزله، عشان بس ما نبقاش عاملين نوجع في قلبنا على الفاضي وكل شويه واحد يخش مطلوب مننا ان احنا نعيد له نفس الكلام. شايف المنطقه دي اسمها منطقه دعم. السعر لما يعكس من هنا وينزل ويعكس وينزل ويعكس وينزل ويعكس، ده معناه ان خلاص بدا رحله صعود. ساعتها يا باشا هتشتري من هنا. طول ما هو عامل لك المنظر ده ما تشتريش حاجه. ولو كسر المنظر ده تنبأ بان شايف المسافه دي كده، شايف المسافه دي، تنبأ بان هو هينزلها الاول. اللي احنا بنسميها بقى على الفريم الكبير ايه بقى؟ شايف انت البتاع ده كده، القناه الهابطه دي على الفريم الكبير دي بنسميها احنا منطقه ريتريسمنت او اعاده اختبار او تصحيح. السعر نازل هينزل، ده دبل توب. ده نموذج معروف قوي عندنا في التحليل الفني. انت متخيل يعني ايه حاجه تعمل لك دبل توب من الفريم الشهري وتكسرها؟ عارف لو ارتدت هتبقى دي منطقه دعم ومقاومه او قناه عرضيه. ممكن السعر يستنى فيها شويه. على فكره الحته دي كده ممكن السعر يستنى فيها شويه. اللي يقول كده مين؟ المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي الحساسه دي لو اتكسرت والسعر قفل تحت، تنبأ ان الاحتمال الاكبر يكمل. ممكن يرجع شويه ويكمل ويرجع ويكمل تنبأ انه هيكمل. طيب لو جه هنا وبدأ يرتد وينعكس يعمل لك منظر شبيه ده، بص اهو سبحان الله. ده اللي كنت بقول بس انا ما كنتش واخد بالي اهو. شايف النزول ده؟ طالع نازل طالع نازل. هنا تشتري. شايف دي؟ بص السعر طالع منها. لو هنا عمل نفس السيناريو اللي اتعمل هنا، اطمن وخش. ما بقولش من نفس المنطقه دي، من نفس المنظر ده اللي انت شايفه، طالع نازل طالع نازل. تعال نرسمه عشان الناس بس ايه تبقى الدنيا طالع نازل طالع نازل طالع. هنا تشتري يا باشا، هنا تشتري. فلو جه يكرر لك نفس العمليه دي هنا كده، طالع نازل طالع نازل طالع، وجي كسر دي هنا كده، مش شرط السعر، ما بتكلمش على السعر، بتكلم على المنظر. يعني كان هيعملها هنا في السعر 90، في السعر 99، في السعر 1، يعني كان هيعملها فين؟ يعني الحاجات دي انا عايز تفتيح مخ يا جماعه معلش. يعني كان هيعملها فين؟ انا بديك مثال. كسر لك ادي قمه اتكسرت اهي. تعال نشيل بس الخيبه السوداء اللي احنا عاملينها دي. ادي القمه دي اتكسرت بدي، ودي اتكسرت بدي، ساعتها تخش. ممكن يرتد عليك شويه لكن ما يهمكش، اطمن ان الاحتمال الاكبر صاعد. جماعه احنا بنلعب لعبه احتمالات. تعال نشوف بقى مصر الالومنيوم اللي قعدنا الناس كلها تسالني قول لي مصر الالومنيوم، اللي قلنا عليه بلاش. عايز البرنامج اللي بحلل عليه ده شارحه لك في فيديو في اقل من 3 دقايق. ادي مصر الالومنيوم. الكلام ده التحليل اللي احنا حاطينه ده ما تلعبش فيه يا جماعه. ده اللي احنا حللنا على اساسه
اهو ادي المنظر وبيكمل. قلت لك لو هيعمل، لو هيرتد، لو هيطلع لحد هنا وينزل تاني، لكن الاحتمال الاكبر قلت انه هابط. وادي المنظر، شيء منطقي، شيء منطقي. قلت لو كسر دي انسى، انا قلت كده في الفيديو، اتفرج عليه، روح اتفرج عليه. انا مش هقعد احط في حاجه هنا 50,000 اي او ايكون تطلع لك فوق. انا هحط لك في اول، او زماني حطيت لك في اول فيديو واحده ولا اتنين وبتاع وخلاص. انت خش دور على مصلحتك شويه. كفايه كده. تعالوا نشوف بيلتون. دي من الاسهم اللي انا شايف انها اليومين الجايين كويسه. ده ممكن تشتري فيه، وانا اتكلمت على بيلتون قبل كده، قلت لك لما يكسر القناه دي كده اعرف ان انت بدات في رحله انه صاعد. ده ممكن تشتري فيه، بيلتون كويس. وانا ما بتحملش اي مسؤوليه ان حد يشتري ويحصل حاجه بتاع. انا بقول لك وجهه نظري ان انا لو انا هشتري هنا. انا بقول لك انا هشتري هنا في حاجه زي كده. ده بالنسبه لبيلتون. تعال نشوف فوري. حلو فوري حلو. ممكن يعكس عليك حاجه بسيطه ولا ينزل شويه ولا بتاع، لكن فوري حلو. فوري طالع كويس. فوري هتلاقي طلوع جامد جدا. انت عندك ده اللي احنا بنسميه نموذج علم اهو. ده علم اهو اتكسر. ده فوري، ده جميل. ولو عايز تخش بقى ان انت تستهدف المنطقه العاليه دي، احنا دلوقتي في 6، تستهدف ضعف فلوسك، خش يعني كويس. رأيي الشخصي برضه للمرة المليون، رأيي الشخصي. تعال نشوف مثلا إعمار. طاير يا جماعة، بلاش الحاجات دي. هيصعد ممكن يصعد، ما بقولكش لأ، بس طاير يعني انت حاطط نفسك في ريسك ابن لذينة. يعني هو ممكن يجيب لك المنطقة دي من هنا لو كسر. بص شايف الحتة دي كده، لو السعر كسر المنطقة دي اللي هي سعر 4.33، ممكن يجيب لك لحد الجزء اللي فوق ده. اقول مثلا لحد، عشان تبقى انت في الامان، لحد 64 مثلا، ممكن يجيبها لك ويعدي. ممكن يعدي، بس انا ما بحبش الحاجات الطايره دي يا جماعه. انا عايز حاجه معمول عليها تخفيض كويس. ليه؟ ممكن ده يكسر لك بقى تحت هنا ويكمل رحله هبوط، ويكمل لك رحله هبوط. بس هو يعني كمضاربه شغال، مش انا ما اخشش فيه، بس هو كويس. تعال نشوف ايديتا. انا بحاول بس انجز معلش عشان الفيديو ما يبقاش طويل. نفس القصه. طاير يا جماعه، بلاش الحاجات دي يا جماعه. بص افتح الشرط قبل ما تبعت لي عشان ما يتحرقش دمي. بس افتح الشرط قبل ما تبعت لي. ده انا لو هشتريه، اهو انا لو هشتريه لما السعر ده يوصل لي في حته يخبط لي في بتاع الموف دي. شايف الموف ده؟ لما يخبط لي فيه ممكن افكر ابدا اشتريه، مع اني ما بشتريش على طول كده. يعني في حاجات معينه لازم اتاكد منها الاول. هتقول لي طب ما هو بعد اسبوع بقى، ها بعد اسبوع ده طلع وطار وانت ضيعت عليه فرصه. انا مالي، انا بقول لك رايي التحليلي. وفي حاجات بقى الاكتر زي ما انت شفت كده بتعجز. فمش معنى ان 1 ولا 2 جريوا وكانوا مكملين، لان في قاعده زي ما قلنا 100 مره بتقول ان الاتجاه مستمر الى ان يثبت العكس. مش معنى ان ده حصل ان انا مسؤول عن ان هو حصل. انا بقول لك التحليل بيقول كده، بيقول ان انا ما اشتريش في منطقه زي دي. الدليل في عندي 50 سهم اهو. في عندك ارجع للفيديوهات اللي انا عملتها واتفرج. كل اللي قلت ده لا حصل فيه ايه. خلاص. والناس اللي بتقول لك عشان الظروف والبتاع، انا يا باشا انا ادي التحليل اهو. طب ما هو هنا في ظروف، بص طاير ازاي، ما نزلش اللي زيهم زي اللي فاتوا. فما بتقوليش تحليل اقتصادي، يعني اللي هي الدعوه بالتحليل بتاع الفني ده اللي اساس عندي دلوقتي. ما تقوليش تحليل اقتصادي وظروف اقتصاديه فالاسهم كلها هبطت. طب ما هو ده ما هبطش ليه دلوقتي؟ اهو اللي انا بقول لك عليه انه ممكن يهبط، ما هبطش اهو.
فما تقوليش بقى اصل الاسهم كلها وقعت فانت جايب لي على حظك انك قلت كده فده لا مش حظ اهو، ادي سهم اهو والاسهم مش كلها وقعت، ده ما وقعش اهو. ليها دعوه بتحليل السوق، ان مش من الطبيعي ان انا اشتري من فوق هنا، ولو اشتريت من فوق هنا دلوقتي ممكن الاسهم الثانيه دلوقتي تبدا تصعد وده يهبط. انا مع ان انا ما بقولش ان ده ما بيأثرش في البورصه، عشان بس الكلام يبقى واضح، انا بقول لك ان انا ما اشتريش من هنا، ده اللي انا بقوله. انا اللي هي بالنوع اللي انا بشتغل بيه، انا ما بشتريش من هنا، انا بشتري من هنا، بشتري من هنا، بشتري من هنا، بشتري من هنا، وبرده لما يوصل السعر هنا ابدا اتحقق من شروط معينه. طيب تعال نشوف النساجون. كاستثمار كان المفروض تشتري من هنا، انا مش هنا، ده يا دوب بص ده على الفريم الصغير هيعمل ايه. تعال نخش على الفريم الصغير ده كسعر يا دوب ممكن يطلع لك لهنا تاني وبعد كده يبدا يعكس وينزل. طيب تعال نشوف اسكندريه الحاويات. اسكندريه ده تشتري فيه ده. ده كنا محللينه قبل كده، قلنا لو كسر العلم ده تشتري وهيطير. هو ما كسرش فعلا العلم، هو نزل هنا لكن ممكن تشتري. طب نشتري امتى؟ بص عندك الاستوكاستيك نزل تحت خالص، هو بيقول لك انا خلاص انا كل اللي عايز يبيع باع، مش قادر استحمل. شايف الشمعه الخضراء دي؟ اول ما تكسر لك الخط الازرق ده ادي اول علامه. تاني حاجه ده يبدا يخش جوه، ادي تاني علامه. تالت حاجه تخش على الفريم الاصغر وتشوف نموذج انعكاسي. لسه ما عنديش نموذج انعكاسي. يعني نموذج انعكاسي، شايف القمه دي وادي القاع اهو، وادي القمه دي وادي القاع اهو. لما السعر ده يكسر القمه دي ويرجع تاني ويكسر اختها، يكسر دي كمان، ساعتها تخش مع التاكيدات اللي عندك هنا من الفريم الكبير، مش من الفريم الصغير اللي احنا فيه. مع التاكيدات دي من الفريم الكبير كمان النهارده اللي احنا قلناها تحصل. اول ما تلاقي المنظر ده خش يا باشا مضاربه، وقف خسارتك هنا مثلا وارباحك عند القمه دي. ممكن يعديها ممكن، لكن انا مش طماع، لان ممكن السعر يجي يساوي القمم، لان زي ما قلنا بيلف بيلف بيلف، فممكن اللفه دي تخلي السعر يعمل كده اهو، كان طالع اهو اللفه دي. هنا القمه دي كانت اعلى من دي بحاجه بسيطه، دي كانت اعلى من دي جامد. شايف القمه دي؟ خلينا دي اعلى من دي قوي، طب دي اعلى من دي حاجه بسيطه، طب اللي بعدها يا دوب هتبقى قدها وبعديها اقل بعديها اقل، فيبدا السعر ممكن يعني في رحله هبوط. امتى بنقول ان السعر لسه مستمر؟ لما الصعود ده اخد انا ارباحي ولا عدى ورجع، ساعتها اشتري تاني، يطلع ويرجع، ساعتها اشتري تالت، ساعتها يبقى هو مكمل. يا جماعه السعر اللي بيقول، مش انا اللي بقول، الشرط هو اللي يقول، الشرط هو اللي يقول. طيب تعال نشوف ESRS حديد عز. برضو كويس، ده كويس، ده بصفة مبدئية كويس اهو. تشتري امتى؟ تقريبا كنا محللينه قبل كده. تشتري لما يخبط لك هنا في اي حتة من الخط ده ويديك الاشارات الانعكاسية اللي قلناها، اشتري وتوكل على الله. طب افرض اشتريت ونزل وعكس، ده سوق مكسب وخسارة. لو كلنا عارفين احنا هنكسب منين كان زماننا بقينا عاملين مليارات. فما تقعدش تحملني قصة هو ده السوق ده كده، السوق ده كده، ما تزهقنيش، ما تقعدش تحملني مشاكل انا بره عني. هو ده السوق ده كده، كلنا داخلينه واحنا فاهمين ان هو كده. خلاص عندك اول خط الاحمر اهو خبطه، لما يخبط لك في عندك خط برتقاني هو شايفه، في خط تاني موفينج اهو، لما يخبط عنده هنا ده الماركت رينج بتاعي، ده الماركت رينج بتاعي. خلاص، والكسر القمم والمش عارف ايه دي اسمها ماركت ستراكشر، الهيكليه بتاعتي. تمام، ده بالنسبه للقصه دي. تعال نشوف مدينه مصر. مدينه مصر طايف، لكن ممكن كمضاربة ممكن تلحق لك حاجة. تعال نشوف كده.
يعني ممكن كمضاربة، يعني احنا لو خدنا القيمة دي اهي كده ممكن كمضاربة. تعالى بقى نتكلم ازاي حاجة زي كده نخشها مضاربة. بص احنا خدنا الماركت رينج الصاعد، في عندنا ماركت رينج تاني هابط اهو، شايفه اهو اهو ده. تمام كده. طيب تعال نخش بقى الفريم الاصغر. شايف ده؟ شايف ده ينزل ما ينزلش، انا ليه انه يخلص ويرجع يكسر لي دي. والله يعني اللي بقوله ده بفلوس، والله اللي بقوله ده بفلوس. يا رب بس الناس تنتفع منه. اهو يكسر لي دي، اتوكل على الله. ده لو مضاربة هيبقى اخد ارباحك عند السعر ده، عند المنطقة دي، عن سعر 64 مثلا. هنا مثلا خليك مش لازم تستهدف فوق بالظبط يعني، لا انزل حتة. انا اللي بقول لك انزل حتة، لان ممكن السعر ما يوصلهاش. الناس اللي فاهمه مش هيقعد يستنى لحد ما يوصل لهنا، بينزل حته. فاحنا ننزل مع الناس الفاهمه اللي هم النسبه اللي بتقدر تكسب من الاسواق دي. 64 يبقى انت هنا دخلت، وقف خسارتك عند القاع اللي قبله عند 4. هتخش مثلا من سعر 44، وقف خسارتك عند سعر 4 مثلا، واخد ارباحك عند 64 مثلا. كفايه كده النهارده، كفايه كده النهارده. وحاولوا بس تدوني شويه تفاعل كده، عشان احس ان احنا اللي انا بقول كلام فعلا بيوصل للناس. فحاولوا تدوني شويه تفاعل كده. شاكر جدا ليكم، ربنا يوفقكم.